والله يا رب إنها أيام ثقال، وكأننا نتنفس من ثقب إبرة، كأننا نريد أن نبكي كما بكى أبو هريرة رضي الله عنه حينما سئل: يا أبا هريرة، أتبكي على الدنيا؟ فقال: لا والله، دنياكم هذه لا تبكيني، إنما أبكي من ثقل الحمل وسوء الرفيق ومن قلة الزاد وبعد الطريق. فمعاذ الله إنما يئسنا، ولكن والله يا رب إنها أيام أثقل من الجبال، فاجعلها تمر ولا تضر، يهدأ فيها قلقنا، وتطمئن فيها قلوبنا، وتستريح فيها عقولنا. اللهم صبرا، اللهم جبرا، اللهم قوة.